اهلا بيكم في سلسله ازاي نذاكر المواد، والنهارده هتكون الحلقه الاولى. Hello guys, today's video is gonna be about how can you study English. So if you're interested, just keep on watching. وطبعا من المقدمه عرفنا احنا هنتكلم عن ايه النهارده. ماده اللغه الانجليزيه هي للاسف هي اكتر ماده الناس بتشتكي لي منها في التعليقات في كل الفيديوهات، حتى لو الفيديوهات دي ملهاش علاقه اصلا بالمذاكره. كل الناس بتقول لي ازاي نذاكر اللغه الانجليزيه، واغلب الناس برضو عندها مشكله في اللغه الانجليزيه. فقلت ان انا اقعد مع نفسي واكتب سكريبت واشوف هل في حاجه اقدر اقدمها لكم وتساعدكم انكم تذاكروا اللغه الانجليزيه بشكل صح. فانا وبكتب لقيت نفسي كتبت حوالي 7 صفحات من النصايح اللي ممكن تستفادوا منها علشان تتعلموا اللغه الانجليزيه. وبما ان طبعا كلام هيبقى طويل قوي، فانا هقسم الفيديو ده على جزئين. فالفيديو ده هتكلم معاكم فيه ازاي نتاسس في اللغه الانجليزيه، ايه الكتب اللي انا كنت بستخدمها اثناء المذاكره، وازاي ان احنا نتغلب على مشكله نسيان الكلمات، وكمان ازاي نحفظ القواعد بشكل كويس جدا. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلم معاكم في ازاي انكم تحلوا مشكله الترجمه ومشكله القطعه وكل الحاجات دي. فلو انتم مهتمين بكل المواضيع دي، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير. يلا نبدا بالفيديو. لازم يا جماعه نكون عارفين ان ماده اللغه الانجليزيه هي ماده تراكميه، واللي انت هتاخده في ابتدائي هتكمل عليه في اعدادي وهتكمل عليه في ثانوي. وتقريبا القواعد والكلمات والحاجات دي ما بتختلفش كتير، بيبقى فيه اختلافات بسيطه بس علشان انتوا كبرتوا شويه، فبالتالي بيبقى فيه حاجات بنزود عليها شويه في القواعد، ولكن دونا عن كده تقريبا هي نفس القواعد بناخدها كل سنه. وعلشان تتاسس في اللغه الانجليزيه ممكن انك تجيب مدرس خصوصي لو انت عندك القدره انك تعمل كده، علشان يديك القواعد والاساسيات اللي انت هتبقى محتاجها وتبني عليها السنين اللي جايه. ولكن للاسف مش كل الناس عندها المقدره انها تجيب مدرس خصوصي، فبالتالي لازم يا جماعه تتجهوا لليوتيوب. مع اليوتيوب في مدرسين روعه جدا يقدروا ان هم يساعدوك ولا يقلوا كفاءه ابدا، بل يزيدوا عن المدرسين الخصوصيين التانيين. فدخلت على اليوتيوب وقلت ان انا اعمل جوله كده في المحتوى اللي موجود على اليوتيوب، فلقيت مدرس اسمه حسن النجار. لان المستر عامل كورسات مجانيه لطلبه ثانويه عامه، وكمان بالPDF بتاعها، كل ده على اليوتيوب. الجروب الخاص بيه على الفيسبوك لكل طلبه الجمهوريه انهم يقدروا يسالوا اي سؤال عايزينه، وكمان مساعدين بيردوا عليكم هناك. كمان عامل امتحانات تجريبيه لطلبه ثانويه عامه كلها، والامتحانات دي بتكون مقاربه تقريبا لامتحانات اخر السنه، فتقدروا انكم تحلوا الامتحانات دي. هتساعدكم بشكل كبير جدا في انكم تقيموا نفسكم وتشوفوا مستواكم في اللغه. نزل شرح القصه كامل، وده تقريبا حاجه مش عاملها اي مدرس على اليوتيوب. وكمان عامل فيديوهات لشرح وحل امتحانات ثانويه عامه بالنظام الجديد. كمان ما سابش الحاجات التانية زي القطعه والترجمه، طريقه كتابه المقالات، كل الحاجات دي هتلاقوها عنده على قناته في اليوتيوب. تقدروا انكم تروحوا تعملوا سبسكرايب وتستفادوا بكل الحاجات دي، لان هو كمان الفتره الجايه هيقوم باعاده شرح منهج ثالثه ثانوي مره تاني من اول شهر 3، فتقدروا انكم تروحوا وتستفادوا بالحاجات دي. ولو في حاجه معينه عايزينها من المميزات اللي انا قلتها لكم دلوقتي، تقدروا انكم تلاقوا كل حاجه تحت في الديسكربشن بوكس، لينكات كل حاجه موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. فكل اللي انا عايزه اقوله لكم يا جماعه ان اليوتيوب عليه كنز حرفيا، ولكن عايز الواحد ان هو يستغل الموضوع ده ويشتغل على نفسه ويكون عنده العزيمه والاراده ان هو يعمل حاجه. بس دونا عن كده بجد اليوتيوب فيه حاجات كتير جدا تقدروا انكم تستفادوا منها، وبيها تتغاضوا عن الدروس وفلوس الدروس ومصاريف الدروس وتعب الدروس، فتقدروا انكم تشوفوا الحاجات دي بجد هتعجبكم جدا. نيجي للنقطه الثانيه بقى، الكتب. لما كنت في اعدادي واولى وثانيه ثانوي ما كنتش بحل غير كتاب واحد بس، الكتاب اللي بيقول لنا عليه المدرس، وتقريبا الكتاب اللي انا كنت بستخدمه هو كتاب تيتشر. انا مش حاسه ان الكتاب ده احسن حاجه، يعني في كتب احسن منه بكتير، يعني زي ذا بيست وجيم. الكتب دي احسن بكتير جدا من كتاب تيتشر. هو المدرس كان بس بيطلبه مننا، فكنت مضطره ان انا اشتريه علشان احل الواجب منه، لكن غير كده هو اي كتاب اللي هيطلبه منك المدرس هو الكتاب اللي تمشي بيه مع الملازم بتاعه المدرسين. ولكن لما كنت في ثانويه عامه طبعا ما ينفعش ان انا اعتمد على كتاب واحد في الحل، وخصوصا ان الواحد بيحل كتير جدا في ثانويه عامه، لان بيبقى فيه متسع كبير من الوقت، ما فيش مدرسه، السنه طويله، في متسع كبير ان الواحد يحل كتاب واثنين وثلاثه في كل ماده. فالكتب اللي انا حليتها في ثانويه عامه هو كتاب The Teacher، ده اللي ادهولنا المدرس برضو، والكتاب الثاني اللي انا حليت منه هو كتاب The Best، ده اشتريته تقريبا، هو لسه موجود اهو، انا لقيته من قريب من كام يوم. هو ده الكتاب، انا لقيته من كام يوم، مش عارفه اشمعنى لقيت الكتاب ده، كان بتاع المراجعه النهائيه، انا معرفش لقيته ليه، اشمعنى ده اللي لقيته، بس لقيته.
واخر حاجه بقى هي كنت بحل كتاب جيم بس اونلاين، بمعنى ان انا كنت بفتح مثلا فيديو لحل كتاب جيم فبيكون متصور الكتاب، فانا بحل السؤال قبل ما المدرس يحله. نيجي بقى للجزء بقى المهم اللي في الفيديو، الا وهي الكلمات والقواعد. لو جينا احنا قسمنا الكلمات والقواعد، لو يدينا مثلا برسنتج للاثنين، كل واحده كام في المية بالظبط بالنسبه لاهميتها للغه الانجليزيه، فانا هدي للكلمات حوالي 80% وحدي القواعد حوالي 20%. لان كلمات اللغه الانجليزيه اهم بكتير جدا من القواعد، لان هي اللي بيها هتقدر انك تكون جمل، بيها هتقدر انك تفهم القطعه، تفهم الترجمه، تعرف تحل الامتحان. لكن لو انت ما عندكش حصيله لغويه عاليه فبالتالي انت مش هتفهم اي حاجه. يعني يمكن القواعد هتحتاجها شويه في تكوين الجمله، وكمان بيبقى عليها كام سؤال بس في الامتحان، لكن الكلمات بتبقى حاجه مهمه جدا ولازم يبقى عندك حصيله لغويه كبيره. ويجي بقى الاسئله المهمه هنا، انا بحفظ الكلمات وبنساها، ازاي يكون عندي حصيله لغويه كبيره؟ الواحد اعفن حاجه ممكن تحصل له في حياته ان هو لما يكون بيصور وبعد ما يخلص الفيديو يبص يلاقي ان الفيديو معظمه ما اتصورش والكاميرا فصلت في النص. تمام، انا عرفت خلاص ان الكلمات حاجه مهمه جدا ولازم اهتم بيها. ايه الحل بقى؟ ازاي احفظ كلمات كتير وما انساهاش، وازاي ان هو يكون عندي حصيله لغويه عاليه؟ اول حاجه ان انا بجيب الوحده المفروض ان انا اذاكرها، وببدا ان انا اقرا الكلمات وبشوف ايه هي الكلمات الجديده بالنسبه لي اول مره اشوفها، وببدا ان انا استخدم القلم الهايلايت علشان احط عليها علامه. وبعد كده ببدا اشوف بقى الكلمات اللي انا اخدتها قبل كده، وببدا ان انا اسمعها لنفسي مره بالعربي ومره بالانجليزي. ناس كتير جدا بشوفها للاسف انها بتسمع لنفسها انها بتحط ايديها على الكلمه اللي مثلا باللغه الانجليزيه وبالعربي وتسال نفسها بالعربي، ولكن انا شايفه الطريقه دي مش احسن حاجه. المفروض انك تعمل العكس، لان الامتحان بتاع اللغه الانجليزيه اصلا بيجي لك انجلش، وانت اللي المفروض تترجمه للغه العربيه عشان تفهم النص بيقول ايه، فلازم تعمل الاثنين. نيجي بقى للكلمات بقى الجديده اللي اول مره تاخدها، المفروض نعمل فيها ايه؟ طبعا على حسب الحصيله اللغويه بتاعتك هيبقى عندك كلمات مش عارفها في الوحده. يعني لو حصيلتك اللغويه عاليه، لان زي ما قلت الانجليزي تراكمي، فلو حصيلتك اللغويه عاليه وكنت بتذاكر السنين اللي فاتت، فانت هتلاقي ان كلمات السنين دي قليله جدا اللي مش عارفها. بمعنى انك ممكن تلاقي كلمه، كلمتين، 3 كلمات، 5 بالكتير في الوحده الواحده، ولكن لو حصيلتك اللغويه قليله فممكن تلاقي 20 كلمه او اكتر. المفروض تعمله هنا بقى ان الواحد ما يزنقش نفسه ليله الدرس ان هو يذاكر كل الكلمات مره واحده. لازم الواحد يشوف هو عنده كام كلمه وفاضل له كام يوم على الدرس، ويبدا ان هو يقسم عدد الكلمات على عدد الايام، لان في دراسات اثبتت ان الواحد ما ينفعش ان هو يحفظ اكتر من 10 كلمات في اليوم، لان لو عمل كده هينساها اسرع حتى لو انت بتهيالك انك حفظتها. الحاجه الثانيه بقى اللي المفروض تعملها علشان تثبت الكلمات دي لفتره اطول، هو انك لازم تحفظ الكلمات دي في جمل، بمعنى انك تشوف الجمله اللي استخدمت فيها الكلمه اللي انت حفظتها. يعني خلاص انت حفظت شكل الكلمه وعرفت معناها ايه بالعربي، الاهم بقى علشان تتذكر الكلمه دي لفتره اطول انك لازم تعرف استخدام الكلمه دي في الجمله بتاعتها. والحاجه الثالثه اللي انتم المفروض تعملوها علشان الكلمات تثبت معاكم بشكل اكبر، هو انكم لازم تحلوا على الكلمات. عشان حلكم على الكلمات هيثبت عندكم الكلمات بشكل كويس، وكمان هيعرفكم استخدام الكلمات صح. واخيرا وليس اخرا، هو انك لازم تعمل مراجعه مع كل وحده جديده انت بتذاكرها. فلو عملتوا يا جماعه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو ده، بجد مش هتنسوا الكلمات ابدا. نيجي بقى لاخر حاجه هنتكلم عنها، هي القواعد. احنا كعرب يا جماعه لازم نكون عارفين ان احنا قواعد اللغه الانجليزيه بالنسبه لنا اصلا المفروض تبقى ولا حاجه، لان قواعد اللغه الانجليزيه اسهل بكتير جدا من قواعد اللغه العربيه. فانا هقول لكم يا جماعه على طريقه تحفظوا بيها القواعد تقدروا انكم تستخدموها. ده طبعا للطلبه اللي مثلا ما بتاخدش دروس وبتعتمد على الحاجات الاونلاين، او للطلبه اللي المدرسين ما بيحفظوهمش بالشكل ده القاعده. كل اللي انا بعمله ان انا بجيب كراسه مخصصه للقواعد وبكتب في نص الصفحه اسم القاعده. واول حاجه بعملها ان انا بكتب الفورم بتاع القاعده، يعني القاعده دي بتتكون من ايه شكلها في السؤال، ايه شكلها في النفي، ايه شكلها في المجهول، وكمان ايه الكيوردز بتاعتها او الكلمات الداله اللي انا اول ما اشوفها اعرف ان القاعده دي قاعده كذا. وكمان استخدام القاعده، يعني القاعده دي بتستخدم في الماضي ولا بتستخدم في المضارع، بتعبر عن ايه، بتعبر عن عاده، ولا بتعبر عن حاجه حصلت في الماضي وانتهت، ولا بتعبر عن حاجه حصلت في الماضي وما زالت مستمره. تعرف استخدام القاعده ايه بالظبط، فانت وبتقرا الجمله هتعرف تختار القاعده بتاعتها. بجد اللغه الانجليزيه، قواعد اللغه الانجليزيه كانت بالنسبه لي لعبه،
من كتر ما هي كانت بجد حلوه جدا وسهله وبسيطه. وبعد كده انا وبحل طبعا ممكن تواجهني اسئله ما عرفتش حلها، ودي حاجه عاديه لان ساعات بيبقى في اسئله فيها تريكات عاليه شويه، ولو في سؤال ما عرفتهوش فكنت بكتبه بعد القاعده. بعد ما بخلص القاعده بكتب كده صفحه للجمل الصعبه اللي انا ما عرفتش احلها، وبكتب الجمله وبكتب حل الجمله، وكمان بكتب تحتها زي ملحوظه ليه الجمله اتحلت بالشكل ده، عشان لما اجي اراجع القاعده مره تانية يكون عندي مصدر كامل متكامل بكل حاجه اراجع منها القاعده دي واكون معتمد عليه. وبس كده يكون الفيديو خلص. لو مهتمين بالمحتوى ده اعملوا سبسكرايب، وكمان عشان تشوفوا الفيديو اللي جاي اللي هتكلم فيه برضو عن اللغه الانجليزيه وازاي نحل باقي الاجزاء بتاعت اللغه الانجليزيه. لو مهتمين بكل ده اعملوا سبسكرايب، وكمان اعملوا لي لايك، لان ده بجد يا جماعه بيشجعني بشكل كبير جدا ان انا اكمل واعمل فيديوهات اكتر. وكمان لو عندكم اي سؤال تقدروا انك تكتبوه تحت في التعليقات. بجد بجيب الفيديوهات اللي انا عايزه اعملها اصلا من اسئلتكم، انتوا اسئلتكم هي اللي بتخليني اشوف هعمل ايه الفيديوهات اللي جايه. Damn. Yeah.